مش هتصدقوني لو قلتلكوا ان بشويه ميه وبشويه سكر طلعنا بالحلاوه والجمال ده. انا فعلا مبهوره من النتيجه، لان الحلاوه الكفوف دي انا اول مره اعملها. انا عملت معاكم حلاوه المولد في القناه، ونزلت الحمصيه والسمسميه والسودانيه والقشطيه والجنزريه. انا نزلت ده كله وده كله كنت مجرباه، دي بقى انا اول مره اعملها. بس انا فعلا مبهوره من نتيجتها، لان طريقتها سهله جدا وتكلفتها يعتبر مفيش تكلفه خالص. جربوها وحقيقي مش هتندموا، لان بشويه ميه وبشويه سكر هتفرحوا ولادكم بالحلاوه والجمال ده. حابه برضه اوريكم هي ازاي متصلبه اهي، ولسه ما سبتهاش برضو المده الكافيه اللي هي المفروض تنسبها. تعالوا بقى نسمي كده بسم الله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه معايا كده 4 كوبايات من السكر، هنزل بقى كده بالسكر في الحله. بس مهم جدا ان انت تجيبي حله تكون غويطه زي دي كده. هقول لكم ليه دلوقتي. معلقتين جيلاتين مليانين كده على الاخر، ده جيلاتين نباتي. هنزل كده بالجيلاتين واقلب كده كله مع بعضه، وبعدين انزل بقى بكوبايتين من الميه. 4 كوبايات سكر لهم كوبايتين ميه. حابه تعملي نص الكميه لو انت هتجربي اول مره مفيش اي مشكله خالص. وعلي النار بقى كده، وبعدين انزل كده بنص معلقه من الفانيليا. ممكن تحطي برضو بدلها ماء ورد، بس انا بالنسبه لي طعم وريحه الفانيليا احلى. وهنزل برضو كده بنص معلقه ملح ليمون. اول ما السكر يدوب هبتدي هدي عليه النار واسيبه كده لمده تلت ساعه. هو بدأ يفور اهوت. انا في الوقت ده مهديه النار خالص، الفوران ده شغال ما تقلقيش خالص. عشان كده انا قلت لكم في حله غويطه عشان برضو ما يبهدلكيش البوتاجاز. بصوا هو بدأ يفور اهوت، الفوران ده كده طبيعي. عشان كده انا قلت لكم نعمله في حله غويطه. في الوقت ده انا مهديه النار خالص، هسيبه بقى يغلي على نار هاديه لمده تلت ساعه زي ما قلت لكم. وكل شويه كده هقلب فيه برضو كده اهوت. بعد ما فات عليه 10 دقايق سايباه برضو على نار هاديه خالص كده. فات عليه 10 دقايق، بنزل بقى كده الجناب بالشكل ده وهو شغال غليان كده اهو. كده خلاص الحلاوه اهي غليت. هبدأ بقى انزل كده بربع معلقه كربوناتو واقلب بقى كده. انا سبتها بالظبط تلت ساعه على البوتاجاز. بصوا الفوران اللي بيحصل ده. سيبها تغلي بقى مع الكربوناتو كده لمده دقيقتين. بصوا هتبيض ازاي اهي. بصوا القوام بتاعها بقى عامل ازاي، ده القوام المطلوب. هنزل بقى كده بالحلاوه بسم الله، وابدأ بقى كده اقلب. كده خلاص الحلاوه بردت معايا اهي. قعدت اقلب فيها لمده نص ساعه مستمره، تقليب مستمر. بقت معايا بالشكل ده كده اهي زي الصلصال كده. ومعايا صينيه برضو حط عليها ورق بلاستيك. نبدأ بقى كده نشكلها بسم الله. هعملها كده زي الكرة. بصوا بتتعمل في ايدي ازاي، بتشكل بسهولة. هبدأ بقى كده اشكلها. تدهني ايدك كده بالزيت عشان برضو ما تلزقش في ايدك، عشان تبقى سهلة في التشكيل معاكي. وبعدين تعملها بقى كده اهي، ونقوم حاطينها كده في الحمص بالشكل ده. ونحط بقى حمص كده على الوش من فوق ومن تحت. وبعدين تطلعها بقى على الورق البلاستيك. كده انا سبت الحلاوه الكفوفه اهي، سبتها لمده 24 ساعه. واخر شويه برضو حطيتها كده في التلاجة عشان برضو تجمد وتنشف معايا زياده تاكيد. عملت برضو بالسوداني كده وبالجوز واللوز والفستق والحمص. ممكن برضو تحطي شوكولاته فرماسيه لو عندك منها. التشكيل ده على حسب ما انت عايزه، زي ما تحبي براحتك خالص. جربوها بقى وان شاء الله برضو هتعجب ولادكم، لان فعلا طريقتها سهله جدا ومش مكلفه خالص. بشويه ميه وبشويه سكر عملنا احلى حلاوه كفوف في البيت. ما خدتش اي وقت معايا.
هي يا دوبك بس سبتها تتجمد كده وتتصلب وخلاص. لما تعمليها وتشكليها ما تقعديش تحركي فيها عشان ما تتكسرش معاكي، لان هي بتبقى حساسه وبتبقى برضو طريه. لازم تسيبها كده لمده 24 ساعه لحد ما تتجمد معاكي. كده بقى خلصت وصفتي النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم بقى الوصفه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.